السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد، نهار جديد. اليوم حضرت لكم خبز بانيني ناجح في 100%، بدون سكر بدون حليب، ناجح في 100. وتقدر تحتفظوا عليه في الثلاجة. هنا شوفوا الشكل تاعو كيجي ما شاء الله. غنبداو على بركة الله. اول حاجه كنبداو نص كيلو ديال الدقيق، كديروا فيه شويه ديال الخميره، من بعد كنزيدوا ليه شويه ديال الملحه، نص معلقه ديال الملحه. من بعد كتزيدوا ليه واحد جوج معالق تقريبا ديال زيت العود، زيت الزيتون. من بعد كنخلطوهم مزيان تتجانسوا مع بعضياتهم. كنخلطوهم بالماء، كنديروها العجينه كنجمعوها بشويه شويه، كنزيدوا لها الماء. من بعد كنبدا نجمعوها تماسكوا بها بيدينا، تتماسك معنا العجين. نخلطوها مزيان. بعد ما تجمعت لينا العجينه غادي نحاولوا نحيدوها، نضيفوها، ندلقوها مزيان. انا بعدا الصراحه الا ما تلقاتش العجينه ما تبردش لي القلب، انا عزيز عليا بزاف كنجي نخدم بالعجينه، خاصني ندلقها مزيان. اي فاش باش لا تلقات العجينه مزيان كتجي الخبز ناجح، ما تدلكش كيجي شويه ناقص. ما نخليوها ترتاح. بعد ما خمرت لينا العجينه كنحاولوا نقطعوا قرص، كنسرحوها باش نقطعوها قرص كما بغينا، نقطعوها على الشكل الحجم اللي بغينا. على كوش كما كتشاهدوا معايا. العجين ديالي دابا كنحطها في هنايا تخليها ترتاح واحد تقريبا نحطوها ونضيفوا لها، نغطوها بشي حاجه باش ترتاح واحد تقريبا واحد 15 دقيقه. من بعد ما رتحت لينا غادي نحاولوا نسرحوها بالدلاك بشويه عليها باش ما تخسرش لينا دائما بشويه. نحاولوا نلقاو واحد ضربه واحده ونزيدو ندورو العجينه باش تجي لنا مقاده، ما تجيش لنا عوجه بهذا الشكل كما كتشوفوا. صراحه كيجي ناجح احسن. تعجنيه في الدار، ديريه في الدار احسن ما تشريه. انا خليكم مع الفيديو.